بسم الله الرحمن الرحيم وبها نستعين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في أتم صحة وأحسن حال. صباح الفل، صباح التفاؤل، صباح الطاقة الإيجابية، صباح كل حاجة حلوة على عيونكم. وحشتوني جدا من الفيديو اللي فات. معلش سامحوني بتأخر عليكم شوية في تنزيل الفيديوهات. حقكم عليا، دعواتكم معايا كده، دعواتكم وحشتني فعلا. وكلامكم الجميل ما تحرمش منكم أعز اخوات. عيلتي التانية عيلة يوميات خدوجة. لو وصلتوا معايا لحد هنا يا ريت ما تنسوش اللايك واشتراك منكم حلو كده، ودعوة منكم بتفرحني، وكلامكم الجميل بيساعدني. يا رب يساعدكم زي ما بتساعدوني وما تحرمش منكم ابدا. خليكم معايا لاخر الفيديو، يا ريت توصلوا لي الفيديو ده ل 200 الف لايك كده ولا حاجة. دايما بطلع طماعة انا في الموضوع ده، بس معلش انا عندي طموح. محدش يعمل في ربنا كبير. في يوم من الايام ان شاء الله الفيديو يوصل لحاجه زي كده والله. وانتوا اللي اديتوني الطموح ده يعني. كانت دايما مشروق ام ندى ربنا يعزهم ويبارك لهم في اولادهم، كانت تقول لي والله بكره هوريكي قناتك هتصبح مليونيه وهتاخدي الدرع اللي مش عارفه ايه. يقعدوا ينفخوا فيا شويه كده. انا ببقى فرحانه بالجمال والكلام الجميل دوت. طبعا لما حد بيديني امل كده، لما بيكون فيديو بيعدي كده من غير اي تفاعل، من غير ما اي حد حتى يصب عليا بكلمه ولا كده، ببقى حزينه جدا جدا حتى لو جايب مشاهدات. فلو فيديو ما فيهوش مشاهدات خالص وبسمع كلامكم الجميل وتعليقاتكم الجميله دي، والله مش قادره اقول لكم فرحتي بتبقى قد ايه بكلامكم اكتر من لما بيجيب مشاهدات عاليه. فما تحرمش منكم ابدا يا ام شروق يا ام ندى وعبوره حبيبه قلبي وكلكم ومنى وماما سعاد، كلكم بتوحشوني وبيوحشكم كلامكم الجميل جدا. فهنا معانا ان شاء الله كده فيديو محمس كده وهينشطكم، وخليكم معايا لاخر الفيديو ان شاء الله هتشوفوا حاجات حلوه هتنشطكم. هنشوفوا وصفه جميله جدا هتعجبكم، هتقوموا تعملوها النهارده لو زهقانين من الاكل، ولا نفسكم زهدت الاكل والطبايخ والحاجات دي. هنعملوا حاجه حلوه قوي مع بعض ان شاء الله تعجبكم. اول حاجه هنا كان في شويه غسيل اتغسلوا وغسيل اتلم وغسيل اتنشر تاني. وزقزوق اهو حايس في الرجلين عمال بيناول وبيناول لي الدبابيس، وشويه يرمي حبه من البلكونه وشويه يعني بيساعدني. اخر مره اقسم بالله رمى الدبابيس كلها. رمى الدبابيس كلها، المشابك كلها من البلكونه. وكان في يعني الناس عارفينهم تحت البلكونه، لموا لي الدبابيس الله يبارك لهم وحطهم لي في السبت. وجزء التاني كان نزل عند مميد وجارتي اللي تحتينا. فالله يصلح حاله يا رب. زوزو ربنا يهديه ويصلح حاله يا رب. مش لاقيه له حضانه تلمه بصراحه. الكبار الحمد لله ارتحنا من همهم. عقبال زوزو بقى اللي له حضانه كده يتلم فيها كده ويبعد عننا شويه. هنا جبت شويه بصل كده خرطتهم حلقات، وطماطمتين وقرنين فلفل كوبي، لو عايزه حامي طبعا حطي. وكان عندي لحمه هنا كده، يعني هي المفروض كانت طبيخ، كنت هعملها يعني مكعبات للطبيخ، بس ما كانش لينا نفس الطبيخ هنا. هو رحت قطعتهم كده يعني كل مكعبه على اتنين بحيث ان هي تبقى مفروده كده شويه. ورحت بقى حاطه البهارات بتاعتي على البصل، ملح وفلفل اسود وجوز الطيبه يابا بشورها وبهار اللحمه. ولو بقى عندك ما عندكيش بهار لحمه، لا عندك بهار فراخ حطي، مش هيقول لا برضه. ونص ليمونه. وخلطي كل ده بقى مع بعض، ويعني حوالي كوبايه ميه، وغطيهم ودخليهم في الفرن. دي ابسط حاجه بقى تعمليها والاولاد بيحبوها جدا. وسامله وجنبيها بقى يعني شويه مكرونه كده سلقتها لهم حتى لو كانت بيضه كده وسخنتها لهم بمعلقه زبده وملح وفلفل اسود، بتبقى جميله جدا. ولو عملتيها برضو بصلصه الطماطم برضو هتبقى لايقه معاها، واكله خفيفه كده غير الطبيخ والحاجات دي. ساعات الاولاد بيرفضوا اي طبايخ وبيزهقوا او نفسهم مش طالبه حاجات زي كده، فحاجه زي كده هتفتح نفسهم وجوزك هيحبها يعني ان شاء الله. هنا انا بقى كنت شايله السجاده وشلت الحاجات بقى وغيرت الكساوي الكنب وكانوا مغسولين، وكانت كل حاجه هنا زي الفل. بس كانت طبعا الدنيا متبهدله خالص. والبطاطين اللي كانت تحت المناظر برضو رحت سبتهم بره في الهوا كده يتشمسوا شويه. احنا داخل علينا الشتاء خلاص بقى، كل ده هيطلع تاني.
اللي مش مغسول هيتغسل، واللي مغسول هيطلع بره بقى برضو. يعني بجيب بخاخة كده بحط فيها شوية مية بدوني وبخهم كلهم كده واسيبهم في الهوا شوية بقى، بيبقى ريحتهم طبعا هم متشالين. انتوا كنتوا حاضرين معايا ساعة لما البطاطين اتغسلت والحاجات دي كلها كانت زي الفل. بس في حاجات بصراحة يعني كانت نضيفة، مرضتش اغسلها، اكتفيت ان انا سبتها في الهوا شويه. والمنظر بتاع الكنبه دوت ولا المرتبه الصغنونه دي طلعتها برضو تشم شويه هوا كده وشمس. الشمس يعني بتعقم اي حاجه فيها قطن ولا اي حاجه من المفروشات، لو فيها اي ايش باللذي بتعقمها وبتخليها ريحتها جميله كده. لما بتدخلي الحاجه من البلكونه تشم ريحه النظافه كده بتبقى منعشه جدا. لا، وبالذات ان انا كمان بقى المخدات بعد ما اتغسلت والقطن اللي في قلبيها ذات نفسه اتغلى لما اتقطع قلبه. مش قادره اقول لكم ريحه المخدات كده وانتي نايمه عليها احساس، مش قادره اقول لكم احساس ما بعده احساس. وزي ما قلت لكم برضو اللي مثلا بيبقى مصدع شويه ولا حاسس كده بشويه سخونيه يعني في الدماغ من جوه، تحطي كيس مخده قطن وتحطيه في كيس وحطيه في الفريزر شويه، وقبل ما تنامي كده طلعيه ولبسيه للمخده اللي انت هتنامي عليها. هتحسي براحه، مش قادره اقول لكم، راحه نفسيه فظيعه، وتحسي ان انت كده نايمه مرتاحه. واي سخونيه في دماغك ولا حاجه القطن الساقع الكسوه القطن بتمتصها، فتنامي نوم مريح جدا. وبرضو على قد ما تقدري حاولي لما تنامي بالليل الحاجه اللي هتنامي بيها حاولي نامي بحاجه قطن. القطن مريح جدا جدا في ملابس النوم. يعني بشوف الاجانب دايما كده كلهم بيلبسوا حاجات فضفاضه كده وهم نايمين، وحاجات قطن والوان هاديه، الالوان اللبني والبينك والحاجات اللي هي الالوان الفاتحه دي بتبقى مريحه جدا للنوم. فانت حاولي انت واولادك تلبسيهم برضو حاجه فضفاضه كده، ما تنيمهمش بحاجه ماسكه عليهم او بناطيل ماسكه عليهم او ضيقه او كده. دي بتخليهم بيبقوا نايمين نوم متقلقل ونوم مش مريح. فخلوا دايما نومكم كده يبقى في حاجة قطن وحاجة مريحة وفضفاضة. كده مسحنا الازاز كله بقى بالجلانس. ولو ما عندكيش الجلانس ملمع الازاز دوت، ممكن تجيبي البخاخة وتحطي فيها حبة مية وشوية خل، و يعني رشة بيكربونات ورشة نشا، واخلطيهم مع بعض ورج الازازة حلوة قوي، واعملي بيها لمعي بيها الازاز، هتديكي نفس النتيجة وهتديكي لمعة جميلة للازاز. حتى المفروشات يعني، مفروشات الكنب والحاجات دي انا كنت هنزل لكم الفيديو اللي انا قلت لكم هنزله لكم. يعني خليت البيت كله ابيض فابيض. مش قادره اقول لكم الراحه النفسيه، اقسم بالله اول مره احسها، لان من زمان ما فرشش البيت ابيض فابيض زي ما انتم شايفين كده كله ملون ومشجر والحاجات دي فعلا يعني مش مريحة. يعني كل ما الفرش بتاع البيت كان التشجيرة اللي فيه كده بسيطة والألوان فاتحة، بتبقى مريحة للعين ومريحة في النوم جدا. فانا بعد يعني الفرش الغامق بقى وكده، جربت فرشت الاوضه كلها ابيض فابيض، حتى المفارش، حتى كساوي المخدات، كل الاوضه كانت ابيض فابيض. مش قادره اقول لكم كان المنظر عامل ازاي، والراحه النفسيه فظيعه. بس طبعا لو عندك اولاد بقى يعني ربنا معاكي بقى، هيجيلك انهيار عصبي كده كل ما عيل يكون في ايده شوكولاته ولا حاجه زي زقزوقه كده. كل شويه هتقومي تصوتي لهم عشان ايه؟ طبعا مش هيسيبوا حاجه على حالها ابدا. فهي بس الاولاد مشكله في الفرش الفاتح. وانا زي ما قلت لكم قبل كده الخشب هنا يعني كان متبهدل، المبيض اللي جه بيض الاوضه دي اخر مره من سنين. طبعا احنا بقالنا ياما قوي ما بيضناش هنا عند حماتي، وان شاء الله ناويين باذن الله، بس شد حيلي شويه. ف بهدل الدنيا بالبويه.
والخشب طبعا هنا انا مش قادرة، لان الخشب مفلق، يعني كل ما نيجي نمشي عليه ولا كده بيطلع وينزل، فمش مظبوط، فما اقدرش بالتالي ايه لو ما اقلب حبة مية ولا اي حاجة الخشب بيشربها في ساعتها. وطبعا الخشب مع يعني مرور الوقت وكده بيربي مية تحتيه، بيشرب المية تحتيه بيربي سوس، فاحنا مش عايزين حاجة زي كده تحصل. يعني انا مسكت الخشب كله، عملت جبت اللي هو الدواء النمل، وزودته ميه ورشيت الخشب كله. فمن ساعه ما عملت انا العمله دي بصراحه بقى زي الفل، لان هو كان يعني كان بيطلع منه حاجات كده مش ظريفه، فمن ساعه ما جينا هنا اهوت ويعني الحمد لله بقيت ارش حاجات وكده، دلوقتي الحمد لله بقى زي الفل. حتى اكتر الاوقات يعني بنفرشه في الارض هنا وبننامه لما بيجي حد، وساعات بنحطه مرتبة من المراتب اللي في الأوضة التانية، بنفرشوها في الارض والاولاد بيناموا عليها ولا الكبار يعني. انا ببقى ضامنة ان مفيش حاجة هتقرصهم كده ولا كده، بتبقى الدنيا زي الفل. فهي محلى اللمة طبعا لما بيجي الحبايب بقى هنا بيتجمعوا وكده وبيبقوا مش لاقيين حتة يناموا فيها، نروحوا فرشين المراتب في الأرض والبطاطين تطلع و... وكده يعني، فبنفرشه فكله بينام في الأرض، نومة الأرض مريحة جدا. فعشان كده أنا ما قدرتش أقلب مية، اكتفيت إن أنا بس حطيت شوية اريال وكلور في المية ودعكتهم كده بالمكنسة، بس يا دوبك ابلها كده وادعك بيها. بعد كده شفتها بالمساحة ورحت منشفاها بقى حتة القماشة اللي عندي. طبعا انا نفسي ان شاء الله هنشيله الخشب ده ان شاء الله، وهنركبه مكانه سيراميك باذن الله. مع ان كل الناس بتعمل العكس، يعني اللي بيبقى عندها سيراميك او بلاطه وكده بتشيله يعني بتحب الخشب اكتر، لان بصراحه في الشتاء يعني بتبقى الدنيا هنا تلج. الأوض اللي هي بيبقى فيها بلاط بتبقى تلج، غير الأوضة دي الوحيدة اللي معمولة الخشب. واحدة قبل كده قالت لي ده باركيه مش خشب، احنا عشان هو متبهدل وقديم جدا جدا فهو مش لاقي عليه غير كلمة خشب. مش ماشي معاك كلمة باركيه معلش يعني. فهو طبعا ده يعني حاجة معمول من سنين، يعني ممكن تقولوا كده بقاله 60 سنة كده ولا حاجة، لأن الشقق اللي تحتينا كل البيت معمولة، الأوضة دي بالذات معمولة الخشب اللي في الأرض ده، فقديم جدا جدا جدا، يعني عمره 60 قولوا 65 كده ولا حاجة. فكتر خيره ان هو كده. فالأوضة دي بالذات اللي بتبقى يعني هي دافية شوية عشان ما فيهاش سيراميك، او السيراميك احنا عارفين ان هو بيطلع تلج، بيبقى بيدي سقوعية وبيدي طراوة في الصيف، يعني ليه ميزة زي ما هو بيسقع في الشتاء فهو بيدفي بيرطب في الصيف. انا كنت غاسلة الدفاية دي بقى والكساوي الكنبة هنا ورحت فرشاهم. لو وصلتوا معايا لحد هنا يا ريت ما تنسونيش باللايك واشتراك منكم كده بيفرحني، ويا ريت تخليكم معايا لاخر الفيديو، وشيروا الفيديو ولا قناه لاصحابكم وحبايبكم عشان القناه ان شاء الله او الصفحه تكبر بيكم. وانا خلاص كنت خلصتها واتفرشت. طبعا يا محلى لما الحاجه بتتعبي فيها كده وبتخلصيها وبتلاقي كل حاجه زي الفل من حوالين منك كده، بتحسي براحه نفسيه، باحساس جميل جدا. وسلام بقى اذا كمان لما بيكونوا الاولاد في المدرسه ولا في التدريب ولا كده، وانتي لوحدك في البيت بقى كده مستمتعه بالنظافه قبل ما يجوا يشقلبوا حال الدنيا. او اي حد يجي يشقلب حال الدنيا.
بتبقي فرحانة طبعا بثمرة مجهودك. رحت فردة الستاير هنا بتدي منظر برضو للأوض. وهنا في أوضة أنا يعني ما جيتش بتاعت حماتي لسه، دي انا ما فتحتهاش وما جيتش جنبها، ان شاء الله هاخد المفتاح منها لازم هعمل لها زيارة. هستأذنها طبعا وان شاء الله هنعملوا فيها حاجات حلوة وهتدخلوها وهنبقوا اول مرة هندخلوها مع بعض. هنعملوا فيها حاجات حلوة ان شاء الله، نشوف ندخلوها بقى نقتحموها نشوفوا فيها ايه عايز يتنضف، فيها ايه عايز يتروق يتشمس كده. وهنعملوا كل حاجة حلوة مع بعض ان شاء الله، بس انتوا متنسونيش باللايك وتشجيع منكم حلوة كده. وارجو الفيديو بتاع النهاردة يكون عجبكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.